مساء الخير جميعا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ هلا هلا ست سارة، كيف المعنويات؟ احنا عملنا هيك. اوكي مشان هيك. اوكي نحن رح نبلش. اذا حدا عنده سؤال بليز فورا افتحوا المايك واسألوه، لانه انا حاعمل فول سكرين للبرزنتيشن. يسعد مساكم. البرزنتيشن هي بالانجليزي، اذا حدا عنده مشكلة باللغة الانجليزي يوقفني ويسألني عن الكلمات اللي ما لها واضحة له. كيف تبلش مشروعك البرمجي بسوريا؟ أول شي بدي أعرفكم عن حالنا أنا ولانا هلأ شوي تانية مؤسسين هاي الفكرة. دائما بيجونا أسئلة إنه أنا عندي فكرة بس أنا ما بعرف بلش، أو أنا فكرتي رح تنجح ولا لا، أو أنا فيني ابني هذا المشروع، يعني هاي الفكرة اللي أنا عندي إياها هل هي بتنبنى أو لا. وحتى بيسألوني أسئلة، هل في أشخاص هن بدهم هاي الفكرة ولا لا؟ هل هي مطلوبة بالسوق؟ أو أنا كيف بدي أحكي مع فريق البرمجي؟ أو حتى أنا ما معي مصاري إني أنا بلش هذا المشروع. مين منكم عانى من هاي المشاكل؟ ممكن تكتبوا المشاكل يلي عانيتوا منها بالمسجز. صراحة بيهمني أعرف شو الأسباب يلي أو المشاكل اللي عانيتوا منها، أو تفتحوا المايك وتحكوا كمان، يعني هذا الشيء متاح. فؤاد، مازن، ياسر. اوكي ياسر، هل رح أنا يكون ممكن أشارك بفكرة. أنا في فكرة موجودة، أنا عايش برا البلد صار لي فترة منيحة. أنا فؤاد. اوكي اهلين فؤاد. صار لي برا البلد فترة منيحة، فما عندي صورة واضحة كيف الأمور بتتم بسوريا بالفترة الحالية. فبالنسبة لي هي يعني زاوية عمياء، وحابب أعرف أكثر عن الموضوع لأعرف كيف بدي بلش أو كيف بدي أطرح فكرتي. ممكن يكون الموضوع متعلق زي ما قلتي بالتكاليف، ممكن يكون متعلق بالقوانين، او طرح الفكره نفسها. فيعني عده امور، فانا موجود لاخذ صوره عامه عن الموضوع، ولاحقا اكيد رح تطلع اسئله كثير. اوكي شكرا فؤاد. محمد ياسر عم يقول هل رح يكون في جمهور للفكرة؟ هل في حدا رح يرضى يدفع؟ اوكي هلا طبعا نحن مثل ما قلنا انه الجمهور هو سوريا. انا ما بعرف المشروع ممكن ينجح او لا، انا مبرمج. عزيز عم يسأل. محمد منصور عم يقول المشكلة اللي عم تعاني منها هو انه عندي فكرة بس ما بعرف كيف احصل على تمويل ولا كيف ممكن اسوق لها. اوكي رح نجاوب على هي الاسئلة، بس قبل ما نكمل رح احكي لكم انا ولانا كيف طلعنا بالفكرة. ما بعرف لانا مبينة. أنا ولانا كنا قاعدين هيك نفس هالقعدة، هي الصورة نفسها صراحةً. وطلعنا بالفكرة ومثل مو شايفين على اللابتوب بلشنا نحلل المشروع ونشوف كيف بدنا نساعد الرياديين يبلشوا بمشاريعهم البرمجية. فهي الفكرة بلشت إنه أنا كمحلل نظم، ولانا كإدارة مشاريع برمجية أو إدارة نظم، ضمينا طريقة تفكيري وطريقة تفكيرها مع بعض لحتى طلعنا ب هي الفكرة، وإنه وهي الخدمات. وهلا رح تشوفوا البلاتفورم
يلي رح يساعدكم انكم تجاوبوا على كل الاسئله اللي عم تسالوها، بانكم او لكم هلا بحكي لكم بعدين، بس انا بيهمني اوضح افكار معينه ضوي عليها قبل ما احكي لكم عن البلاتفورم يلي طلعنا فيه. حبيت اوكي. اول شغله نحن لازم نساويها نبلش مشروعنا البرمجي هي انه نقرر مين هي الفئه المستهدفه تبعنا. بنسال مين هي، هو الانترست تبعها، شو الاشياء يلي هن بيحبوها، شو هن بيحبوا يساووا. انا بعتذر بس عم اوكي. شو هن الاشياء اللي بيحبوا يساووها، شو اهدافهم بالحياه، شو تصرفاتهم، شو روتينهم اليومي. خلينا نعطي شوية أمثلة. أنا لما بستهدف الطلاب أنا بعرف إنه أهدافهم هي تخرج، أنا أهدافهم إنه هن يعملوا مشاريعهم يخلصوها، طبعا حسب أي وقت من السنة أنا عم بستهدفهم وحسب المشكلة اللي عم حلل لهم إياها. روتينهم اليومي بيكونوا هن بقلب الجامعة الصبح، يعني هي الصبح بيكونوا بالجامعة إذا في دوام طبعا. المساء ممكن يكونوا مع رفقاتهم او عم يدرسوا، او اذا عندهم شغل المساء. انا هذا الشيء بدي اخذه بعين الاعتبار. طبعا العمر كل ما حددتوا فئتكم المستهدفة اكثر كل ما احسن، لانه مثلا في ناس بتقلي، خلينا نعطي مثال ثاني، انا بدي استهدف النساء. طب مين النساء؟ من ال 18 لل 25 ولا من ال 25 ل 30 ولا هن متجوزين ولا ما لهم متجوزين ولا عندهم اولاد ولا ما عندهم اولاد، او شو احتياجاتهم يلي هن بدهم اياها، هل هن بحاجه، اجين شو وجعهم وشو طريقه تصرفاتهم. لانه انا لما بدي اعمل التطبيق انا بدي اخذ بعين الاعتبار انه اذا هي عندها اولاد، انه انا بدي اتاكد انه هو التطبيق سهل يستعملوه وما يكون في كتير ارشادات، او يكون في كتير خطوات، او يكون في كتير عفوا بس ثواني. لا من عندي. اوكي. اوكي. فضروري انه انا اتاكد انه كيف الشخص يلي هو بده يستعمل التطبيق كيف بده يستعمله. لانه اذا الام هي متلبكه باولادها واجاها طلب، مثلا هي طالبه اكل، فانا بدي اتاكد انه هو المعلومات واضحه، المدخلات واضحه، طريقه الطلب هي سهله لحتى هي ما تعاني من هذا الموضوع وما يكون في كتير خطوات، لانه هي شخص متلبك باولاده وعم يركض باولاده. مشان هيك انا بدي ادرس تصرفاتها، بدي ادرس هي شو بتعمل بالنهار. حتى الطلاب، انه اذا انتم عم تعملوا كورس، مثلا عم تعملوا تطبيق لهم، يمكن بالنهار هن ما معهم نت، بس المساء يكون عندهم نت، فهذا الشيء كمان بدنا ناخذه بعين الاعتبار. اوكي. اوكي لنكمل. حدا عنده سؤال؟ اجين انا برجع بعيد، يلي عنده سؤال بيفتح المايك فورا وبيسالني اياه. فانا لما بدي اعرف الفئه المستهدفه انا بسال شو مشكلتهم وليش عم يعانوا من هاي المشكله. مثلا الطلاب عم يعانوا من انهم يلاقوا شو هي المشكله تبعهم، انه مصروفهم قليل. طب ليش مصروفهم قليل؟ لانه هيك وضعهم هن كطلاب. طب شو المشاكل اللي عم يعانوا منها بقلب النهار تبعهم وهن بالجامعه؟ بدهم يلاقوا وجبات رخيصه. ليش بدهم وجبات رخيصه؟ لانه هن بدهم ياكلوا بالنهار، هذا الشيء الطبيعي. اوكي. فانا لما بدي نقي فئتي المستهدفه بدي اعرف شو مشاكلها، مو مشكلتها. ممكن انا بلش بمشكله بس انا اكتشف مشاكل تانية تكون اولويه عندهم وليش عندهم هي المشكله. شو الحلول؟ طبعا يا بعمل تطبيق يا بعمل موقع يا بعمل سيستم. السيستم ممكن يكون لشركات أكثر، بس أنا لما بدي بلش مشروع برمجي بسوريا وأنا مستهدفة تقريبا يعني الأشخاص على الأرض، أنا بدي بلش كتطبيق أو موقع.
بس اذا انا مستهدفه شركات فاكيد انا رح، اذا انا عم حل مشاكل شركات فاكيد انا مضطره اساوي سيستم. الميزات، اول شيء انا ببلش ب MVP. ما ببلش ب MVP ولو اوكي. اول شيء انا ببلش ب MVP. شو يعني MVP؟ يعني عينه من المشروع بيكون بحل مشكله واحده لفئه مستهدفه واحده بحل واحد فقط لا غير. بفيرجن 2 ممكن انا احل مشاكل اكثر، بفيرجن 1 بحل مشكله ثانيه، بفيرجن 2 ممكن احل مشكله ثالثه ورابعه. بس انا ليش ببلش ب MVP؟ مشان اتاكد انه في طلب بالسوق. اجين برجع بعيد، مشكله واحده، حل واحد، وفئه مستهدفه واحده. كيف أنا بدي أنزل على السوق؟ أنا لما أتأكد من فئتي المستهدفة وأتأكد شو مشكلتهم وأتأكد ليش عندهم هاي المشكلة، أول شغلة بعملها بروح لعند 10 أشخاص هي من فئتي المستهدفة وبسألهم هل أنتم عم تعانوا من هاي المشكلة، وأطرح عليهم الحل. لما يقولوا لي اوكي ايه لا كذا ضيفي هي، قيمي هي، حطي هي، زبطي هي، اوكي، وقتها انا صار فيني ابني استبيان. الاستبيان فيه أسئلة كتير عامة عن المشروع. شو هي المشاكل اللي أنتم بتعانوا منها؟ هل إذا في حل لهذا الموضوع ممكن تستعملوه؟ هل بتفضلوا تطبيق أو موقع؟ هل بتفضلوا إنه ألوان معينة طبعا حسب فئتي المستهدفة؟ هل بتعانوا من شيء معين أنا مالي حاططه؟ أسئلة كتير عامة عن المشكلة يلي أنا عم عاني من المشاكل اللي عم يعانوا منها الفئة المستهدفة. تاني شيء أنا بدي أشوف الماركت سايز. هل أنا عم استهدف فئة كتير كبيرة مثل الطلاب، ولا طبعا في فرق بين أنا طالب بكالوريا ولا مدرسة، هي فئة كتير كبيرة بس أنا بدي أصغرها مثلا طالب بكالوريا، ولا طالب جامعة، ولا خريج ممكن يعتبر طالب. او مثلا الامهات فئه كتير كبيره، بس انا لما عم بدرس الماركت سايز بدي اتاكد هل هن امهات متجوزين، هل امهات عندها اولاد، هل امهات عندها اولادها بالمدرسه. في كتير فرق لما انتم عم تستهدفوا كل فئه، في كتير فرق انتم كيف بتسوقوا لها، كيف بتحكوا معها، كيف تصنعوا التطبيق لها. طبعا. بس لو سمحتي سؤال، ايه تفضل. توضيح الترتيب. هلا الفكره الاولى انت ذكرتي انه احنا اول اتجاهه بيكون انه نتحدث مع الفئه المستهدفه، ثاني فكره هي الاستبيان، ثالث فكره هي تحديد الحجم تبع الفئه المستهدفه. تمام. وصلتني الفكره صح؟ صح. طيب في حلول ثانيه غير انه الواحد ينزل على الشارع ليتحدث مع الفئه المستهدفه، في رقميه مثلا او شيء يقدر الواحد، يعني هلا انا بموقعي هون صعب كثير اكون على الارض، وفي فكره هلا احنا عم نشتغل عليها من هون، هي بتستهدف عده بلدان منها سوريا، بس احنا عندنا سوريا لسه قلت لك يعني زي زاويه عمياء عندنا بالمشروع، لانه ما عندنا القدره انه نكون على الارض بالوقت الحاضر. شو الحلول الرقميه او الحلول اللي ممكن تكون موجوده؟ لاول شيء انه نساوي الدراسه الاولى، التحليل الاول للسوق السوريه او للفئه اللي بدنا نستهدف. اوكي، الحل هو اللي هلا جاي نحكي فيه. بكل بساطة أنت بدك تعمل كوميونتي للشيء يلي أنت لفئتك المستهدفة. نقول أنت مستهدف الطلاب المعلوماتية مثلا، هن أكتريتهم بحبوا التليجرام، فأنت بتعمل تشانل على التليجرام وبتروح بتدور عليهم هن وين موجودين، في جروبات للطلاب المعلوماتية، بتقول لهم فوتوا على التليجرام شانل لأنه أنا رح أعمل كذا وكذا وكذا، تطبيق بحل هاي المشكلة، ففوتوا لهون لحتى نحن نضل بمكان واحد وانت تضل تستهدفون. ممكن انت تلاقي اشخاص، ممكن تحكي مع صفحات فيسبوك. للاسف انا عم حاكيكم سوريا لانه نحن هيك عم نشتغل. اوكي، هلا الحمد لله صار في عنا paid ads. صراحة ما بعرف لأي درجة فعالة. في كتير اشخاص عم يقولوا انه ايه عم بيشوفوا، نحن عم نشوف الادز طبعا، بس انا ما عم شوف كتير ادز وعم بيتكرروا، فانا ما بعرف انه هل هي فعلا فعاله او لا. شفت اشخاص
بعتت بالجروبات انه هن عم تصلهم اعلانات عن طريق الواتساب. فهي طريقه صراحه، بس المشكله شعبنا لسه ما بيعرف بهي المعلومات. فلتستهدفهم اسرع انت يا بدك تستهدفهم عن طريق جروبات فيسبوك، او عن طريق في جروبات لانفلونسرز على الفيسبوك، او في جروبات واتساب لفئات معينه، او ممكن تحكي مع انفلونسرز هن عندهم جروبات. او مثلا انا هيك بعمل صراحه، يعني انا شخصيا مثلا انا فئتي المستهدفه كرياديين بيكونوا عاملين لايكات لصفحات معينه سوريه، فانا بفوت على الفولورز وبشوف بروفايلاتهم، ببعث له رساله. انا لهالدرجه بفوت بدرس الشخص. مثلا على الفيسبوك نفس الشيء، اذا هذا الشخص هو موجود بجروب اسمه رياده اعمال، انا بفوت لهذا الجروب وببعث له مسج على الخاص، بقول له انا عامله جروب، فوت لعندي لانه ححل لك هي المشكله. فهي الطريقه انه انت تستهدفهم من هون لحتى يبلشوا البيد ادز. لانه نحن عندنا كثير جروبات، ان كانت فيسبوك تيليجرام او فيسبوك تيليجرام او واتساب، فيها الفئه اللي نحن بدنا اياها. بس انا بدي اعمل جروب الي فيه اشخاص بدي استهدفها الي انا، كرمال انا بلش اسالهم الاسئله، اعطيهم الاستبيان، او بيعهم التطبيق، يعني اعطيهم التطبيق ليستعملوه. هلا انا شخصيا لحتى عملت هذا الموضوع عملت شغلتين صراحه. اول شيء عملت الويب سايت تبع بلانلايز، حطيت فيها مكان لحتى يحطوا ايميلهم، شرحت شوي عن المشروع وحطيت مكان ليحطوا ايميلهم ويعمل سيف. هي المعلومة تسيفت باكسل شيت وصار عندي اياها موجودة. اوكي. طريقة تانية اني انا عملت واتساب كوميونتي، وكل ما حدا يقول لي انا عندي مشروع برمجي ضمه للواتساب كوميونتي يلي انتم اصلا فيها. فهي طريقة تانية كمان، يعني فانا بسبب فئتي المستهدفة انا استهدفتهم عن طريق الويب سايت واستهدفتهم عن طريق الواتساب. شكرا. عفوا. تفضل. فيني اعطي قبل ما تبلشوا؟ ايه تفضل. اسمي مازن عوض. كنت عم احاول اني بدي بلش اعمل شركه، يعني شركه برمجيات بتساوي تطبيقات وويب سايت. اوكي. وعم بعمل ماجستير تسويق مشان يعني تفيدني بهالقصه. هلا كنت بدي اعمل تطبيق للاطباء، يعني هيك احكي شو هو التطبيق. وبلشت بالدراسه، عملت مقابلات مع اطباء، مع مرضى محتملين، عملت استبيان، يعني شفت انه المشروع ممكن يكون كثير ناجح. بس لما بدي بلش فكر فيه لقيت انه في حمله كثير تسويقيه لتطبيق اسمه على موعدنا او هيك شيء، ومبلشين فيه يعني تقريبا ماشيين فيه كثير منيح. اوكي. فهون اذا فينا نفوت بقصه المنافسه، يعني انه انا كيف اكيد ما بعرف كيف بدي اعرف انه في عالم ثانيين عم يشتغلوا على نفس المشروع وصار عندهم كميه اطباء كثيره، وهل انه ممكن كثير مواصفات حلوه يعني اللي حاطينها تقريبا نفس اللي كنت مفكر فيها، وفي شغلات زياده، في شغلات انقص يعني، بس كثير شغل يعني شكله حلو عم بيساوي. فهل انا بكمل؟ هل مثلا كيف كان لازم اتدارك هالشيء قبل ما ابلش بالدراسه ويروح وقت كثير طويل، ومنيح اللي ما فتت لسه بالبرمجه. فما بعرف اذا فينا نستفيد من هالشيء. هلا اكيد منيح موضوع لي. المنافسين. اكيد طبعا المنافسين كثير مهمين بالسوق. ليش؟ لانه هذا دليل انه في حاجه بالسوق، فنحن لازم ننبسط انه في منافسين بالسوق. هي اول شغله. ثاني شغله اكيد بتدرس السوق مثل ما عملت. برافو عليك انه انت ما بلشت برمجه قبل ما تدرس السوق، لانه دراسه السوق هي بتشوف لك المشاكل يلي موجوده مشان انت تحلها. هلا المنافسين اللي موجودين اكيد عندهم ثغره. اوكي. انت هي اللي بتلقطها وبتحلها. او بكل بساطه انت لما تروح عند الدكتور تقول له انت مثلا هي هذا التطبيق عندك اياه، بيقول لك ايه، بتقول له طب شو عم تعاني منه لهذا التطبيق، فبيقول لك انا عم عاني 1 2 3. فانت بتستغل هدول نقاط الضعف وبتحطها بتطبيقك. ممكن يكون شيء كتير بسيط مثل رحله المستخدم. بيقول لك الدكتور مثلا في كتير كبسات، انا هذا الشيء كتير عم يضايقني، انت تقلله.
بيقول لك مثلا التطبيق كتير بشع، انت تعمله احلى بس نفس الميزات تماما، بس انت عم تسوق لشيء ثاني، انه انا رحله المستخدم تبعي قصيره واجمل. فبيقول لك الدكتور، عم بقول طبعا مثال مو شرط الدكتور، يعني عم بحكي مثال. اوكي، فممكن انت تعطي نفس الميزات بس غير موديل، غير شكل. اوكي، او انت بكل بساطه ممكن تستهدف دكاتره غير فئه، يعني لنقول هن مستهدفين الاطباء القلبيه، انت تستهدف الداخليه. او مثلا هن مستهدفين الدكاتره يلي مشهورين كتير، انت تستهدف الدكاتره اللي مالهم كتير مشهورين. عرفت؟ يعني بدك تشوف يعني ممكن كمان في بتلاقي للمشروع، يعني طبعاً. بتلاقي انه في فرصه أو... اكيد طبعا في فرص، مو فرصه. وقلت لك لانه في منافس بالسوق، فهذا دليل في حاجه. انا رح اعطيك مثال كتير بسيط. موفو بي اوردر، انت حضرتك عايش بالشام مازن او بالشام بسوريا يعني؟ ايه، نحن إيه. عنا لما نزل بي اوردر بعد بسنه تماما نزل موفو، والاثنين عم يقدموا نفس الخدمه، توصيل اكل بشكل عام. طبعا اذا بدك تفوت يعني هلا اذا بدك تفوت تفاصيل بتلاحظ انه بي اوردر مستهدف، يعني مع احترامي لكل العالم، مستهدف الطبقه المفزلكه. اوكي، موفو مستهدف الطبقه اللي اقل شوي، الوسط يعني فينا نقول. تمام. فالسوق خلاهم هن الاثنين هيك يتفرقوا بطريقه غير مباشره. يعني بي اوردر وقت بلش هو مستهدف هي الفئه، والسوق ومشي مع السوق بهذا الموضوع. وموفو نفس الشيء، هو فات منافس بلش بسنه كامله عم يعمل فري ديليفري، وهذا الشيء طبعا عم يكسره بغض النظر، بس هو مشان يقدر ينافس يستقطب ناس كتير. بس هذا الشيء لا يعني انه هو اخذ فئه مفزلكه، هو اخذ الوسط. لانه الفئه المفزلكه هي ما بيهمها فري ديليفري، بيهمها الخدمه، جوده الخدمه. اما الوسط بيقول لك فري ديليفري ممتاز. فهو لا اراديا او اراديا، ما فيني جاوبك صراحه، انه هو فات بهي الفئه يلي هي الوسط. فانت ممكن يصير فيك هيك حسب الفئه المستهدفه تتغير، ان كان سوري انا كثير اسفه طبقات، او ان كان اختلاف اختصاصات، او بشكل التطبيق او بميزات التطبيق. شكرا كثير. شكرا على المعلومات، رح تساعدني اكيد. عفوا، اهلا وسهلا. شكرا. تفضلي. نجي هلا بقى للاسئله تبع انا ما عند، هي اكثر للعالم اللي هي نون تكنيكال، اللي ما عندها خلفيه برمجيه. انا بروح على شركه برمجه بعطيهم الايديا تبعي، شيء بيعطيني اوفر ب 10000 وشيء بيعطيني اوفر ب 30000. اوكي اكيد 30000 هو احسن لانه هو عاطيني سعر اغلى، او العكس بيصير أو. فدائما هي القصص نحن بدنا نعمل لها حساب ونعمل لها دراسه قبل ما نبدا باي فكره مشروع نحن عنا اياها. اذا فتنا بالكود خلاص ما عاد في رجعه، صارت المشاكل لسه على اكثر واكثر. مشان هيك البادجت اللي انا عندي اياها، خلينا نحكي هلا اول شيء بشكل عام، هي بتروح اكيد قسم منيح منها على الماركتينج، قسم منيح على الكود، قسم على التيم ان كان له علاقه بالسيلز او ادمن او هي القصص كلياتها. بعد ما نزل الاي اي تولز صار في نحن عنا مينيمايز لموضوع البادجيتنج بشكل كتير كبير. وصراحه هذا الشيء كمان نحن شخصيا انا وساره عملنا فيه ببلانالايز. رح ابدا من هون وبعدين شوي اتشعب. كانت الدراسه الماليه للمشروع ككودينج فروم زيرو، بحيث انه نحن نجيب تيم ما يقارب ل4 شهور ل5 شهور شغل بمتوسط كميد ليفل ل4 اشخاص 4 بوزيشنز. كانت التكلفه النهائيه بدها تاخذني بحدود ال 18000 دولار. اكيد 18000 دولار انا وساره ما قادرين نحصلها. فهذا الشيء خلانا نروح على اي اي تولز. ببلانالايز تعاملنا مع بيز 44، مع ليفابل، ما بعرف يمكن بعدين دول مو مشكله. اوكي. تعاملنا مع بيز 44 وتعاملنا مع ليفابل. الاي اي تولز اللي خلتنا نحن ما عاد في داعي لتيم، ما عاد في داعي لعالم مبرمجه من الزيرو. سبسكريبشن عباره عن $50 بالشهر ب 250 كريدت. طلعت لي بلانالايز يلي هلا حتشوفوه ان شاء الله كام في بي بنسخه البدائيه. هل هذا الشيء هو ايجابي؟ اكيد ايجابي مرحله الام في بي، بس لبعدين هو هذا الشيء ما رح نحن نقدر نضل مكملين فيه، خاصه بالمرحله الحاليه تبع الاي اي. يعني اي اي ما بتطلع لي مشاريع سيستمز، بتطلع لي ويب سايت، بتطلع لي موبايل، ما فيني اروح فيها على المشاريع الكبيره لاداره معامل واداره مخازن وهي التفاصيل كلياتها.
بس بنفس الوقت هي كتير منيحة إنه نحن بالمرحلة الحالية تبعنا عم نعمل تيستينج للMVP تبعنا، عم نعمل ماركتينج لهذا الشيء، بدنا نوفر المصاري اللي علاقة بالكودينج، بجوز المشروع ما ينجح، لا بنحطها بالماركتينج وبنطلع الكود بأقل ما يمكن. فهي من ناحية ال AI. هلا خلينا نبعد شوي عن ال AI ونروح بشكل أساسي عن موضوع التيم. دائما في اختلافات للعالم كمان اللي هي أكثر ما لها تكنيكال، في اختلافات بالفريم ورك واللغات اللي ممكن يستعملوها. فهي الاشياء اللي يعني كثير مهم انه نحن نعرف شو الفريم وركس اللي عندنا كهيدرات، ما في داعي نفوت كثير تكنيكال. مثلا في عندنا لغه معينه هي لارافيل بتدعم مشاريع صغيره ومتوسطه، في عندنا مشاريع لغات ثانيه هي بتدعم المشاريع الكبيره بس، وهكذا. فهذا الشيء كثير حيأثر علي على التيم، كثير حيأثر علي على البادجت في حال انا ما قررت روح نو كود. اخر شغله عندي اللي لها علاقه بالتايم لاين والويكلي جول. الويكلي جولز نحن قبل ما نبدا المشروع وبنعمل شيء له علاقه بالكي بي ايز والجولز، له علاقه بالاستراتيجي، تمام؟ بحيث انه انا عندي بلانلايز مثلا اللي هو المشروع النهائي الكبير اللي هو بده يساعد الرياديين من الاي تو زي. اكيد انا ما فينا نساعدكم من الاي تو زي بكل شيء فرد مره، فبدنا ناخذ مشكله واحده مثل ما قالت ساره. هي المشكله نحن بنحط لها جولز، انه مثلا عدد يوزرز معينه، عدد مشاكل معينه، تفصيلات المشاكل معينه، بوقت معين، ببادجت معينه، و كل هي الاشياء هي كجول برجع بقسمها انا وبحطها بضمن ويكلي جول، انه ضمن هذا الويك انا عندي لازم اوصل لربع الجول الفلاني وثلث الجول الثاني و10% من الجول الثالث. هي هيك بشكل كثير عام. موضوع كرييت تيم مثل ما حكيت، ان كان له علاقه بالادمن، ان كان له علاقه بالماركتينج، ان كان له علاقه بسيلز وكودرز. وكمان من باب المعلومه نحن بالكرييت تيم كمان الاي اي صار يعمل كل شيء اوتوميشن، ونحن شخصيا بنتعامل بهذا الشيء. فانا ما في داعي انه مثل ما قالت ساره مثلا انه وقت كنا نحن عاملين الويب سايت جمعنا الايميلات وانحفظت باكسل شيت. طب انا بدي ابعت ايميلات لهدول الاشخاص اللي هي موجوده بالاكسل شيت انه فوتوا جربوا الام في بي، فانا ما في داعي اعمل سند ميل لواحد واحد، لا هو خلص اكسل شيت اوتوميشن اي اي بعت لي الايميل اللي بدي اياه لل 300 شخص الموجودين، وهكذا. اخر شغله مثل ما حكيت العلاقه بالاي اي تول. ريبلت صراحه كثير منيح. هو يعني هو لو كود وليس نو كود. لو كود بحيث انه هو بيعطيك الكود وبتقدر تعدل عليه، فالعالم اللي عنده شوي خلفيه تقنيه ممكن تعتاز ريبلت اكثر من اي شيء. بولت كمان ليفبل منيح للموبايل ابلكيشن، والكودينج فلو. كيف لقيتوا الخطوات؟ بس كمعلومة بولت هو كمان فيك تعملوا ويب سايت عن طريقه. كوجني فلو بيساعدكم تساووا تشات بوتس، يعني تعملوا تيستينج فري، واذا عجبكم الموضوع ممكن تعملوا اشتراك شهري. على فكرة تول رائعة بالتشات بوتس. بس نرجع كيف لقيتوا الخطوات. فيكم تفتحوا المايك وتحكوا او تكتبوا بالتعليقات. الخطوات منطقية، ودائما بالنظري بيكون صعب الواحد يحكم إذا ما جرب بإيده زي ما بيحكوا يعني. هلا الخطوات كثير منطقية كثير حلوة، بتعطي أرضية كيف الواحد ممكن يجرب زي ما حكيت. وطبعا الخطوات كثير منطقية إنه أنت تجرب MVP لحتى تكون عندك شيء تسوي له تيست مع التارجت جروب تبعك. فكتير شيء حلو. هلا كمان الاي اي تولز حلوه، بس الواحد لازم يجرب بايده ليعرف كيف الانتجريشنز بده يكون بيناتها، كيف بده ينظم الامور. فيعطيكم العافيه، شيء حلو يعني. الله يعافيك يا رب. بتول كان بدك تحكي شيء؟ فيكي تكتبي كتابة إذا مو حابة تحكي. كان مكتوب مأمون عندي مشروع تدريب ولا أدري كيفية تنفيذه. أوكي مأمون صار واضح أكتر هلأ. محمد مرحبا، تحسنت الصورة. لسه عندي بعض الاحتياجات. يعني أنا مقيم بفرنسا وحابب أعمل مشروع بسوريا، فعم فكر مثل ما تفضلتي إنه استخدم تليجرام وانشر الفكرة عن طريق إكس اللي كانت تويتر سابقا. حاليا عم بحضر للموضوع، وإذا بحتاج رح ألجأ لكم
لاحصل منكم على معلومات اكثر. كثير كثير مفيده المعلومات عم تعطينا اياها، شكرا. اهلا وسهلا. محمد منصور، طب في حال انا عرفت الفئه المستهدفه للتطبيق توصيل مثلا، كيف الواحد بضيف عنصر التميز للتطبيق موجوده نفس فكرته؟ تحليل المنافسين كيف بيكون بشكل صحيح؟ مثل ما قلت أنا، التطبيق ديليفري أنت فيك تتميز عن طريق ممكن يكون محافظ للبيئة. في شخص هيك كان عم يعمل. ممكن يكون سريع، ممكن يكون للأوزان الكبيرة، ممكن يكون للأوزان الصغيرة، ممكن يكون مختلف أنواع البضاعة. مو شرط أنا بس وصل أكل أو مثلا سوبر ماركت، لا أنا فيني وصل أشياء تانية. صراحة أنا ما بفضل الواحد ينافس بالسعر ولا الجودة، لأنه المفروض أنت تكون دارس المشروع، عرفان تكلفتك، حاطط ربح معين، بس ما يكون التنافس تبعك بناء على السعر. وبنفس الوقت الجودة هي بناء على شو بده زبونك. يعني مثل ما قلت أنا قبل، أنا لما زبوني ينفذلك أكيد بدها تكون خدمتي مو 5 ستار، بدها تكون 6 ستار، يعني مو 5 نجوم 6 نجوم. أما لما أنا مستهدفة الفئة اللي متوسطة ما حيهمها 5 نجوم، بهمها الغرض والسعر. أوكي، فأنا حسب فئتي المستهدفة بقدم الخدمة اللي بتناسبهم وبقدم السعر اللي بيناسبهم، فأنا ما بنافس بهذا الموضوع. أنا تحليل المنافسين كيف بيكون بشكل صحيح؟ بكل بساطة أنا بنزل تطبيقهم، بستعمله. ممكن إني أنا أعمل طلب، أنا أشوف كيف عم يتم الطلب، اسأل الدليفري هو شو الميزات اللي موجودة بالتطبيق. هيك طبعا هي بدها شوي أسلوب، ورح أحكي لكم أنا مرة شو صار معي. يعني وتسأله وتقول له شو المشاكل اللي عم تعاني منها. اسأله لإله شخصياً شو المشاكل اللي عم تعاني منها بالتطبيق، انت شو كيف عم تلاقوا الخدمة عم تقدموها، الأسعار كذا. مرة على مرة انتم ممكن تستفادوا من هذا الموضوع. في مرة أنا كنت قاعدة بتطبيق يلا جو، بتطبيق يلا جو، بتاكسي يلا جو، وشفت التطبيق فأخذته عطيت معه للكابتن، وكان عم ياخذ، هو ما بيعرف أنا شو بعمل ولا شيء. فقلت له انه كيف التطبيق وليش هيك بطيء، وهيك عم جرب انه هيك مثل ما بيقولوا اتحركشوا بالمشاكل اللي هو ممكن يعاني منها، وكرت عن جد كرت ايه التطبيق بطيء والخدمه مو منيحه. هاي طبعا هذا الحكي كثير قديم، وانه هن مثلا النسبه تبعهم كثير عاليه، انه يلا جو عم تاخذ نسبه كثير عاليه مقارنه لربحهم الهم، والبنزين غالي وكرت لي كل المشاكل. انا كثير انبسطت. ليش؟ لأنه كان في عندي زبون هو بده يعمل تطبيق ديليفري، فأنا عفوا تطبيق تاكسي، فأنا استفدت من هذا الموضوع بكل بساطة. فأنا يعني هي أول طريقة إني أنا أحكي مع الشخص اللي عم يوصل أو الكابتن، أو إذا صح لي موظف بقلب هذا التطبيق. تاني شيء أنا بستعمل تطبيقهم وبشوف الخدمة اللي عم يقدموها وكيف عم يقدموها لهي الخدمة، وممكن أنا دق للاستعلامات وقول لهم إنه شو الخطوات، كيف عم يتم هي الخدمة إنه استعمالها، خصوصا إذا كانت توصيل، إنه كيف عم تصير التوصيل. هل بيجي مثلا من المحل لعندي، ولا من الستورج المستودع لعندي، ولا كيف؟ فهي التفاصيل بيجاوبوكم عليها. بهاي البساطة أنا فيني أعرف المنافسين تبعي. أوكي بتقول ما في مشكلة. غالب كل المختصين والرواد عندهم أفكار وحابين يجربوا بالسوق السورية، بدنا حدا عنده أفكار وحابب يغزو الأسواق العالمية. ما فهمت عليك ولا غالب. أنا بصراحة. غالب ممكن تشرح لنا شو قصدك؟ اوكي. هو السوق السورية يعني هلا أنسب مثال للواحد يجرب فيها صراحة. الموضوع بس انا ما فهمت شو قصده. بس اوكي لنقول انه انت بدك شيء عالمي، انت يعني حابب تستثمر بمشروع، انت بدك تشارك حدا، عم تفكر تعمل مشروع.
يعني بس مشان انا اعرف بالضبط شو فكرتك من هذا الموضوع. اوكي خلينا نكمل. بس ما قلتوا لي لقيتوا الخطوات كثيره ولا قليله؟ هن تفضل فؤاد. عندي سؤال شوي تقني، ما بعرف اذا هو المكان الصح لاساله، بس ايه تفضل. بالرجعه للاي اي تولز اللي خبرتوا عنها من شوي، تفضل. شو مدى الامان وحمايه الخصوصيه فيها؟ لنفرض انا عملت طورت ويب سايت او ابلكيشن عن طريق الاي اي تولز، شو الهوست تبعها؟ كيف فيني اضمن انه الانترفيس تبعي محل ما الاشخاص عم بيعبوا بياناتهم ممكن تكون بيانات بنكيه او شخصيه انه محميه بشكل صحيح؟ في عندكم شويه معلومات عن هذا الموضوع؟ تمام. هلا اول شيء خلينا نحكي مثلا كمثال، عم تقول البيانات البنكيه، نحن دائما بهيك اشياء بنعمل انتجريشن مع شيء خارجي. يعني مثلا اذا عم تقول برات البلد مثلا عندك سترايب، هلا نحن جوات البلد اصلا ما في دفع الكتروني بالاصل يعني، فما في لا معلومات بنك ولا في معلومات حساسه الحمد لله نخاف عليها. بس خلينا نقول مثلا للمعلومات البنكيه عن جد ان كان لها علاقه مثلا بسترايب او هي التفاصيل كلياتها، فنحن بنعمل انتجريشن معه بحيث الاي اي تول هو ما عم يعمل سيف ولا لاي شيء له علاقه بالانتجريشن هذا. تمام. فهي مثلا معلومات شو هي الهوست يعني شو الهوست الداتا بيزز او الهوست اللي بتستخدموه الكلاود مثلا او شيء، في شيء شغال بسوريا، او اذا الابلكيشن كان شغال بسوريا فيكم تعملوا له انتجريشن مثلا مع جوجل كلاود او شيء ثاني، ولا شو ايه. شو تجربتكم بهذا الموضوع؟ هلا جوجل كلاود بسوريا في شيء جزء منه انفتح، في جزء ما انفتح اذا بدك تحكي كسوريا. هلا اذا بدنا نحكي نحن على مستوى ديبلويمنت انه كهوستنج وسيرفرات وهي التفاصيل كلياتها، فهي على حسب الاي اي تول. لاقول لك شيء، يعني مثلا عندك ريبلت، ليش قلت لو كود؟ لانه هو بيعطيك الكود بالنهايه، فانت فيك تاخده وترفعه على السيرفر الخاص فيك وتحط السكيورتي تبعاتك وهي التفاصيل. البيس 44 لا، بدك ترفع على الهوستنج تبعه، فمن ناحيه السكيورتي تبعه انت ما بتعرف، فما فيك تخاطر هي المخاطره. لافابل نفس ريبلت كمان بيعطيك الكود بحيث انك انت ترفعه على السيرفر الخاص فيك. هذا الشيء بيعتمد على حسب مدى المعلومات الحساسه اللي انت عم تتعامل معها. يعني اذا نحن عم نتعامل على امور ماليه كبيره وممكن يصير في انا عندي هاكينج لهذا الشيء وعم نحكي على مستوى كتير كبير، لا نحن بناخذ الكود وبنرفعه على السيرفرات تبعنا ونضيف السكيورتي تبعنا وبنحطها عنا. ما بنتعامل مع الاي اي تولز اللي هي بتعمل ديبلويمنت على السيرفرات تبعنا وهكذا. ومن يعني ناحيه السيرفرات نحن ما عندنا بتعطيه بالبلد. الفكره او بتعطيه الديزاين؟ ايه عفوا. ريبلت بتعطيه الفكره او الديزاين وبيعطيك الكود، انت الكود فيك تحطيه على الجيت هاب الخاص فيكي وتعملي له انتجريشن او تعملي له رفع على 100% الهوست اللي عندك. تمام، شكرا. يا اهلا وسهلا. نرجع لغالب. بدنا فكرة تصلح لكل مكان وزمان. إذا في فكرة بتصلح لكل مكان وزمان، يعني ما في يعني الفكرة لا بتصلح لا لمكان ولا لزمان. ما في شيء اسمه عامة الشعب، ما في شيء بدي استهدف، ما في مشروع بيستهدف الكل، ما في مشروع بيحل مشاكل الكل. هذا الشيء مستحيل. وإذا لقيتوا هذا الشيء فهذا الشيء فلطح. يعني هذا مشروع بيكون 7D صراحة. فمشان هيك نحن بنبلش بفئة مستهدفة معينة. أكيد الفئة بتزيد وبتكبر. يعني أنا فيني بلش طبعا حسب المشكلة. أنا فيني بلش بأمهات، بعدين روح لطلاب، بعدين روح لشباب، بعدين روح لأبهات، بعدين روح لدكاترة، بعدين روح لكذا كذا كذا كذا. أوكي. They are global apps. أكيد they're global apps، بس أنت حتقنعني 8 بليون أشخاص أو 9 بليون شخص اللي موجود بالكرة الأرضية كلهم بيستعملوا لينكد إن؟ أكيد لا. فيسبوك نفس الشيء. في أشخاص معينة، هي فيسبوك مستهدف الأشخاص، صح الفئة كتير كبيرة والعمر كتير أصلا لا، من 18 ما بعرف لل100 يمكن. هي فئة. 1 2 هي مستهدفة الأشخاص اللي هن بيحبوا السوشيال ميديا. هي بلشت كبروفايل، فيسبوك بلش بس كبروفايل من 10 سنين أو 15 سنة، وزادوا الميزات اللي موجودة فيها بناء على طلب زبونهم. بس إنه ما في 8 بليون يعني 8 بليون أشخاص اللي موجودين على الكرة الأرضية مو عاملين فيسبوك أكاونت. ممكن 5 بليون 6 بليون 7 بليون، بس مو 8 أو 9 بليون. بس من جهة إنه تطبيقات إدارة شركات أو ERP، أكيد هي مشكلة أنت ممكن تحلها غالب. إنه أنت تلاقي تحكي مع شركة. مشان هيك أنا قلت لكم السيستمز هي مشاكل، يعني الحلول للسيستمز هي لمشاكل شركات. كرمال هيك أنا لما بدي أعمل ERP أنا حسرا بدي استهدف شركات. بس شو أنواع الشركات؟
هل هي تغذية، هل هي طبية، هل هي معامل أكل، معامل أدوية، معامل أواعي، شو نوع الشركة؟ هل هي مثلا B2B بتقدم، هل بتقدم B2C، هل هي apps؟ في كتير أنواع شركات، وحتى بتشوفوا في CRM systems أو مثلا ERPs اختصاصهم طبي، أو في CRM اختصاصها للسوشيال ميديا، للماركتينج ايجنسيز وبس. فأنت ما فيك تقول لكل أنواع، لأنه كتير يعني هذا الشيء صعب، مو صعب، مستحيل انه نحن نستهدف كل انواع العالم ونحل لهم كل مشاكلهم. يعني نحن بهاي الطريقه اللي بدنا نفكر فيها حنوصل لاكبر فئه ممكن، بس ما فينا نحل مشاكل كل العالم بكل البلاد، بكل الانواع، بكل طرق التفكير. اوبر مثلا قريب لتطبيق التاكسي اللي ذكرتوه حضرتكم، ولكن يعمل عدد دول بالعالم. ايه تماما، بس هو مثلا اوكي، فكرة اوبر هي بلشت بامريكا. هن كيف قدروا يفوتوا على الخليج؟ لانه اشتروا كريم. هن ما قدروا يدرسوا السوق تبع الخليج، وما قدروا ينافسوه لكريم، لانه كريم فهمان السوق والارض اكثر من اي حدا، يعني بالخليج طبعا عم بحكي. فهن اشتروه لكريم وصار منهم، وصار كريم هو تحت اوبر، بس موجود اسمه ولساته موجود. بس مثلا امازون هي اشترت سوق دوت كوم، وسوق دوت كوم ما بعرف اذا بتعرفوه، هو اول اي كوميرس نزل بالخليج وكان سوري صاحبه، واجت امازون اشترته وبدلته لامازون دوت كوم، وما عاد في سوق دوت كوم. اوكي، فنحن كتير ضروري نبلش بفئة واحدة، مشكلة واحدة وحل واحد، بعدين نحن منزيد منحل مشاكل أكتر، منكبر الفئة ومنضيف حلول تانية. بس لهلأ ما جاوبتوني، لقيتوا الخطوات كتيرة ولا قليلة ولا سهلة ولا صعبة ولا شو؟ بس مشان نكمل. لا، الخطوات سهلة ومنطقية كتير وحلوة. الخطوات ممتازة تماما. اوكي طيب، واذا عملنا لكم هي انتوا عملتوها ولا الاي اي؟ شو هي؟ لا نحن طلعنا بحل بيوفر عليكم وقت، بيوفر عليكم مصاري، بيوفر عليكم بحث، وبيوفر عليكم انكم انتم تدوروا على تك بارتنر، انه تدوروا عليه قبل ما تبلشوا تنفيذ المشروع. وهو الحل Planalyze يلي هو AI tool. Planalyze هي بتساعدكم بشغلتين. اول شغله يلي هي البزنس ستادي، يلي نحن بدنا نشوف المنافسين السوريين اللي نحن عنا ياهن، العقليه السوريه اذا بيناسبها هذا التطبيق او لا، التطبيقات السوريه اللي موجوده، التسعيره السوريه، السوق السوري، والبحث عن السوق، عن البحوث، يعني البحث والمعلومات عن السوريين. بس ثواني لم نعمل ادمت لأحمد. اوكي، بنفس الوقت نحن Planalyze بتقدم ممكن تستعملوا Planalyze لتاخذوا هي الدراسة وتعطوها لمستثمر أو لشركة برمجة أو لشريككم التقني، وتقولوا له هذا المشروع اللي أنا بدي إياه، هل أنت بدك تستثمر معي أو تكون شريكي، أو تبلش أنت فيه لهذا المشروع. وطبعا في نسب بتطلع بهذا الريبورت او بهي الدراسه، انه هل هذا المشروع رح ينجح بسوريا ولا لا. اوكي، اكيد مثل ما كمان كملت ساره، في عنا الجزء اللي له علاقه بالتك ستادي، تك مع الفاينانشال الخاص بالتكنيكال بحد ذاته، وشو الفريم وركس اللي ممكن تستخدم لهيك مشروع. بيعطيكم 3 سجستشن، مع اول خيار هو بيكون احسن شيء ريكومندد. بكل سجست بيطلع قديش تسعيره هذا الشيء، قديش البادجت النهائيه اللي ممكن تدفعوها بناء على فريم ورك معينه،
واذا انتم ما بدكم تروحوا كودينج شو الاي اي تولز اللي ممكن تستخدموها اللي هي مناسبه للايديا تبعكم، بالاضافه للتايم لاين تبعه انه في حال رحنا لهي الفريم ورك فمفروض مثلا هي بشهر شهرين 3 اسبوع يلي هو للبلاتفورمز الموجوده، بالاضافه كمان للام في بي فيتشرز اللي لازم تطلع، انه شو الفيتشرز اللي انتم لازم تحطوها كام في بي كنسخه كثير مصغره. وبناء على هذا الشيء بيطلع البادجت والتايم لاين. طبعا اخر شغله هي الاكشن بلان اللي نحن عنا اياها، بناء على كل شيء بزنس ساره حكته، كل شيء تكنيكال هلا حكيته، شو الاكشن بلان اللي لازم يصير، شو الجولز اللي نحن لازم نحطها لهذا المشروع لحتى نعرف مشروعنا هو عن جد ناجح ولا لا، شو السيرفيز اللي لازم نسويها لمين، طبعا تارجت اودينس اكيد هذا شيء مفروغ منه. اكشن بلان بيكون بحدود الخمسة ل10 على حسب الايديا تبعكم، انه شو الستبس بالضبط اللي انتم لازم تسووها لحتى تبلشوا مشروعكم. صراحة بلانلايز هو خلصنا الام في بي امبارح، اولت امبارح. فصار فيكم تفوتوا تجربوا كل خطوة نحن حكيناها نحن سويناها. نحن طلعنا بالفكرة، نحن عملنا سألنا اللي حوالينا 10-20 شخص، بعدين عملنا سيرفي لزائد 100 شخص. بناء على المشاكل تبعهم نحن طلعنا بالام في بي. هو بسبب انه نحن استعملنا نو كود تولز مثل ما قلنا لكم، هو اسمه بيس 44. نحن ما ضفنا له هون بس ممكن تجربوه. كملنا الام في بي تقريبا شهر، اخذ معي شهر تقريبا شهر لحتى طلعنا بالنسخه. وبتمنى انكم انتم تفوتوا تجربوه لهذا التول، تحكوا لنا شو القصص اللي هي حلوه فيه والقصص اللي بدها تعديل او ما حلوه او ما لها مفيده. الكيو ار طبعا بياخذنا على اللاندنج بيج، مجرد ما نفوت عليها هو في عنا التراي، تعملوا ساين اب وادعوا لنا بعدها. وطبعا نحن موجودين على الانستغرام، تيليجرام، لينكد ان والكوميونتي الواتساب اللي انتم فيها. حدا عنده سؤال؟ لهلا بمرحله الام في بي دقتها بين 60 ل 70% بتول. نحن الداتا عم نعمل لها ابديت اول باول، وبالتالي النسب بدها تختلف هي مبدئيا، يعني عم نعمل لها ابديت اول باول. نسبه الدقه تبعها حاليا هي بين 60 ل 70%. تفضلي توقع. حاليا لحق حالك محمود. عن جد نحن قد ايه حنخلي مساء النور. اهلين توقع، تفضلي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. لو سمحتي انا عندي سؤال بخصوص الجمهور المستهدف، او عفوا دراسه المنافسين. تمام. هلا انا في حال عندي مثلا تطبيق فكره تطبيق وموجود بالسوق، خلينا ناخذ على سبيل المثال اللي ذكره لهم احد الاشخاص، تطبيق على موعدنا. تمام. هذا التطبيق استهدف الدكاتره وبنفس الوقت البيشنتس، وهو عم يقدم فكرة إنه يوصل مثلا المرضى بهالدكاترة. طب حضرتك ذكرتي فكرة إنه ممكن يستهدف أطباء مختلفين. طب هلا نحن بالمبدأ العام فينا نقول إنه هيك تطبيق لما طلع أكيد رح يعني كان أحد أهدافه إنه يستهدف كل الأطباء وكل المرضى. طب أنا في حال عملت نفس الحركة اللي أنت عملتيها حضرتك وقت مع يلا جو، أنا شفت التطبيق الثاني شو المشاكل يلي عم يواجهوها مستخدمينه. طب أنا بهالحالة يعني أنا بس عم فكر فيها منطقيا، كيف أنا فيني أبني مشروعي كاملا على حل مشاكل تطبيق تاني already موجود، already عنده اليوزرز تبعه. فينا نقول أنا عم بحل مشكلة، أنا بدي أطلع بتطبيق كامل ليحل هاي المشكلة، بينما صاحبين هيدول التطبيق هن عندهم اليوزرز تبعهم، عندهم التطبيق تبعهم، هن يعني ممكن خلينا نقول لبين ما انا اطلع ممكن هن المشكله اللي عندهم يحلوها. عرفت ليش شو قصدي؟ يعني ما عم بعرف كيف انا لما بدي ادرس المنافسين ادرسهم بطريقه اطلع انا بتطبيق يضل مستمر. يعني كمان خلينا ناخذ هلا مثال كل تطبيقات التوصيل تبع مثلا يلا جو، في واحد مالي حافظ اسمه يمكن زاكن او هيك شيء، مالي حافظ اسمه، في هلا 2 تانيات جداد، واحد تبع السيارات الكهربائيه واحد تبع عليا. بالاخير
خلينا نقول بالمبدأ العام التطبيق اللي عم يطلع أول وعم يطلع صح مثل يلا جو هو عم يضل الشعبية الأكبر لإله. أوكي كان عنده مشاكل، تطبيقات تانية طلعت وحلت شوية مشاكل، بس بنفس الوقت أنا كيف بدي أطلع أنا مثلا في تطبيق تاني بالسوق وبدي أطلع أنا أعمل فكرة وبس بنفس الوقت بدي قوة. يعني أوكي ذكرتي مثلا هلأ بي أوردر وموفو، هنا لعبوا على فكرة الشريحة اللي عم يستخدموها، بس بالأخير أنا بدي المشكلة الأساسية حلها موجود، بدي أطلع حلها بس بطريقة مميزة، طريقة تخليني مستمرة بالسوق، مو مثل التطبيقات التانية تطلع وتصير هيك يعني راقدة، خلينا نقول هي موجودة بس راقدة. فهمتي علي شو قصدي؟ اوكي آسف يمكن شرحتها زيادة، بس هي الفكرة كتير صار لها فترة ببالي وماني عرفانة كيف بدي حلها. حابة تحكي الفكرة لحتى ناقشك هي بالفكرة تماما؟ إنه كيف الفكرة تماما، إنه كيف أنا بدي أطلع بتطبيق له مثيل تمام وأضمن إني ضل موجودة بقوة، حتى لو أنا يعني ما بدي بس مجرد إني أطلع حل مشكلة ممكن صاحب التطبيق الثاني بيوم وليلة يحلها بسهولة لأنه هو أوريدي موجود وأوريدي اليوزرز تبعاته موجودين. اوكي هلا اول شيء انا لما بدي بلش مشروعي انا بده يكون عندي حب له. هي اول شغله كتير 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 مهمه، هي اول شغله، هي قبل ما انت شو قولي لي. طيب لا أنا معك كم تفضلي. ايه اوكي. لما انا عندي حب بهذا الموضوع وعندي ايمان فيه وعندي شغف فيه، اوكي انا رح كمل فيه. انا ما عم اقول لك رح تمشي حياتك ممتازه وحتكوني مبسوطه، لا اكيد. يعني الحياه الرياديه او حياه المشاريع الستارت ابس هي فوق هيك، يعني مثل دقات القلب. اوكي هي اول شغله. ثاني شغله انا لما عم حل مشاكل بالسوق انا بدي ضل بالسوق. رح اعطيكي مثال غير باوردر و باوردر وموفو. اليوم كان في مؤتمر موف، ما بعرف اذا حدا سمعتوا فيه او كنتوا فيه. كانوا قاعدين تطبيق يلا جو وتفضل، ويلا جو طبعا مثل ما قلتي هو بالع السوق صراحه، بس تفضل قوى قلبه. وعلى فكره يعني انا انصدمت بمعلومه اليوم انه يمكن ما لازم احكيها ما بعرف. اوكي المهم هو اخذ تمويل رهيب يلا جو لحتى قدر يعمل الحملات الاعلانيه اللي عم يساويها. اوكي بس هيك معلومه على جنب، هي مشان يعني اكد لك حكيك. اوكي فيلا جو بالع السوق، فئته اكبر، العالم حفظته، ومعروف. رح نقول لك تفضل هو عمل ميزه عنده كتير صغيره بس هو اللي بلش فيها، يلي هي انت فيك تنقي كابتن بنت، انت فيك تضربي كابتن بنت، مع انه يلا جو عنده كباتن بناتها، بس انت بتفضل انت فيك تطلبي كابتن بنت. اوكي هلا حتقولي لي يلا جو ما فيه يضيف هالميزه طبعا، وهيك يعني خلال ماكسيموم قد ايه بدها برمجه هي؟ اسبوع. اوكي اسبوع تاني تسويق وهيك بيكون كسحه لتفضل. بس مين اول واحد؟ تفضل. اوكي هو تفضل ممكن اجين انا لسه عند كلامي، هو مستهدف فئه غير فئه اليلا جو. رح اعطيكي مثال احلى لسه. التكاسي اللي حكيتي عنها الالكترونيه هي اغلى من يلا جو على فكره، وهو مستهدف الاشخاص اللي يلا جو مستهدفهم الفي اي بي، هو مستهدف في اي بي، يعني هو منافس مباشر ليلا جو. بشو تميز هو؟ تميز انه هو بيعطي السيارات اللي عم يعملها هي على الكهرباء، يلا جو بنزين. هل هي ميزة تنافسية بالبلد؟ صراحة لا، بكل شفافية، بس هو استعملها للإعلان وهو عم ينافس يلا جو مباشرة ومو هامه هو نازل على السوق. فأنا فكرتي اللي عم وصل لك إياها مو شرط أنا أعطي ميزة مختلفة أو أنا حل مشكلة بطريقة تانية لأتميز. أنا عم حل نفس المشكلة بس أنا ماشية، أنا مكملة بالسوق وأنا منافس لإلي. حاعطيكي مثال تاني. أوكي انستغرام وتيك توك. تيك توك وقت نزل ضرب انستغرام وفيسبوك بطريقة مخيفة انه هو نزل الريلات والفيديوهات. انستغرام شو عمل؟ بس قلده.
خلال اسبوع اسبوعين صراحه مالي متذكره الوقت، انه بس قلده ونزل فيديوهات على الانستغرام مثل تيك توك. طيب تيك توك شو عمل؟ ولا شيء، كمل. هو مستهدف الجنزي، هدول الاشخاص يلي هن اللي تحت ال2000، الاصغر من ال2000 يعني 2000 2001 هدول الاعمار. وانستغرام مستهدف اللي اصغر من ال2000، اكبر من ال2000 يعني عمره اوكي، يعني للعالم صغير، للفئه الصغيره، والانستغرام للفئه الكبيره الاكبر. حتى فيسبوك مستهدف الفئه لسه اللي اكبر. اوكي، فانا هذا الشيء اللي هو بيصير بالسوق، بس انا رح اقول لك اذا طلع لك منافس دايركت لإلك بنفس المكان وبنفس البلد، مستحيل انه انتم تنافسوا على نفس الشيء. بدكم تنافسوا يا بالخدمه غير، يا فئه مستهدفه غير، يا شكل التطبيق غير، يا بده يكون في شيء غير. بس هو كتير عام. ما بعرف جاوبتك على سؤالك، تفضلي. طب هلا خليني صيغ لك كمان سؤال بطريقه توصل للشيء اللي انا عم دور عليه اكثر. اوكي هلا انا معك بالكلام اللي حكيتي تمام، اوكي بس انا فكرتي انه انا كيف بدي اوصل بطريقه تخليني ثابته ومستمره بس بقوه. هلا اوكي، اول نقطه حكيتيها تبع اني احب مشروعي واعمل بمشروعي، هذا الشيء خلينا نقول موجود. اوكي بس الحب والايمان فيه ما بيكفي. بالاخير انت أكيد. مثل لما حكيتي على تبع تفضل تبع يلا جو، يلا جو خلال اسبوعين بيكون مسوق له وعاملها للفيتشر وكل شيء تمام. هلا فينا نقول لك بيكسحوا ببساطه، بس انا كيف لما بدي اعمل هي الميزه، وهي الميزه التنافسيه، خلينا تكون هي نقطه القوه لإلي. رح اضرب لك مثال تبع التيك توك والانستغرام. هلا الموضوع الريلز، الانستغرام قلدوا، الفيسبوك قلدوا، اليوتيوب عفوا قلدوا، صح. بس بنفس الوقت يعني كلها صارت مثل سليقه وشيء بديهي، يعني عادي، مو هالميزه القويه. بينما تيك توك ضل ميزته القويه انه هو فيه ربح، فيه مصاري. يعني هو طلع بالميزه والكل قلدها، بس هو ضل مميز فيها. ليش؟ لانه في ربح المصاري. طب انا هون بالوقت يلي مثلا بدي نافس يلا جو واعمل هي الميزه، ما بدي اياه وقت انه هو لما يرجع يعملها ما بدي اياه يكسحني. يعني اوكي هو كاسح بسوقه، بس انا بدي تضل الميزه مميزه لإلي، مربوطه بتطبيقي، بغض النظر عن الشريحه المستهدفه. انا بدي التطبيق حتى لو له شيء مماثل له يضل في شيء مميز، يعني يخلي الزبون يضل عندي حتى لو شاف مثله بغير مكان يضل عندي. اوكي، فانت بتضلي متميزه لما انت تغطي حاجه زبونك 100%. هلا ما في شيء اسمه 100%، قد ما فيكي. يعني اذا قال به انت بتعطيها، لانه عم اقول لك انه هذا الشيء اكيد رح يصير. اكيد رح يجي حدا يقلدك، اكيد في حدا رح ممكن يعمل احسن منك، اكيد حيجي حدا يساوي اقل منك، بس نفس الفكره تماما. فانا لاني مآمنه بمشروعي وانا بدي امشي فيه ودارسه السوق صح، حكمل فيه. ممكن انت هون تلعبي على التسويق، تعملي عروض، تعملي تستهدفي فئه جديده، تكبري اكثر، تعملي اكسبانشن، تروحي محافظات اكثر، توسعي الفئه المستهدفه. انت مو مثلا مستهدفه بس طلاب، ضفتي امهات، طبعا حسب المشكله. بهي الطريقه تحلي مشاكل اكثر لهي الفئه. هون انت بتتميزي كتطبيق، عرفتي؟ بس انا يعني انت بدك تعطيني الفكره لحتى اقول لك كيف ممكن انت تتميزي بالسوق السوري. بس اما منافسين، اكيد في منافسين. يعني امازون واي باي ما هن منافسين، نون وامازون هن المنافسين. بس مثلا كيف بيفرقوا؟ بالمنتجات اللي عم يقدموها. المنتجات اللي بنون ممكن ما بتلاقيها بامازون، والعكس. مو كل شيء طبعا، اكثريه الشغلات. الاسعار تختلف، السيرفيسز تختلف. السيرفيس مثلا نون بيوصل لك اياها بنص ساعه، اوكي، امازون بيوصل لك اياها ثاني يوم. وهذا الحاضر، وهي الخدمه اللي انا بقدمها. يلي بدها تصل بنص ساعه يطلبها من نون، اللي بده يطلبها من امازون تصل ثاني يوم يطلبها. عرفتي شو قصدي؟ فانت اهم شيء تشوفي زبونك شو بده، وتضلي على تواصل معه وتحلي مشكلته. هي الطريقة الوحيدة انك انت تضلي منافسة. وقلت لك
يعني إن كان تطبيقات الدليفري، ولا إن كان تطبيقات التاكسي، ولا إن كان تطبيقات أكل، ولا إي كوميرس، كلهم عم ينافسوا بعض، بس في اختلاف صغير كتير، يا بالخدمة، يا بالفئة المستهدفة، يا بشكل التطبيق، يا بالمنتجات اللي عم يقدموها، يا اما في اشياء تانية، عرفتي، ميزات تانية. مثل مثلا انه مثل ما قلتي تيك توك في دفع مصاري، انستغرام ما في، بس هو ما ضافه. ليش ما ضافه؟ لانه فئته المستهدفه ما بدها هذا الشيء، بس تيك توك بدها هذا الشيء بهي فئته المستهدفه، فهون هو تميز تيك توك. ولاحظي ما حدا قلده، بس فيهم يقلدوا. ليش ما قلدوا؟ لانه فئته المستهدفه ما بيطلبوا هذا الموضوع. فانت كيف تضلي مكمله بالسوق؟ انك انت تضلي تلبي زبونك من الاخر، من الاخر، من الاخر. وكل ما انت حددتي اكثر فئتك المستهدفه، كل ما غليت القيمه اللي عم تقدميها. يعني انت لما تقدمي لامهات، اوكي ممكن تسعري ب100 مثلا، اوكي، بس انت لما تقدمي لامهات حامل وعندهم اولاد، انت كتير صغرتي الفئه، فهون القيمه اللي عم تقدميها هي كتير عاليه، فسعرك بيكون اغلى. ان شاء الله اكون جاوبتك، اذا ما جاوبتك رجعي اسالي. تمام، لا تمام. تمام، شكرا كثير لك. عفوا، اهلا وسهلا. ياسر تفضل. شكرا كثير. هلا انا بس في فكرتين بدي اضيفهم على اللي حكيتيهم انت، تفضل. اللي هو اخر شيء في شيء اسمه ماركت شير، انه انا السوق هو كبير، انا في لي نسبه رح يكون من الماركت شير، والمنافس رح يكون له ماركت شير. يعني انا بس بقى بدراستي لازم اعرف انه هي الحصه اللي اخذتها انا من السوق، هل هي بتكفيني لحتى اكون رابح ولا لا؟ هلا هي اول نقطه. ثاني نقطه انه انا بعد ما ابني البرنامج، انا ما رح احط البرنامج وخلص قلع المبرمجين، انا لازم كيب ديليفرينج، لازم كيب ديليفرينج حتى اقدر كبر الماركت شير تبعي، ضيف ميزات جديده ما كانت موجوده. صار شغله جديده بالسوق مثلا، صار ترند جديد بالسوق، انا لبيتها قبل منه، اخذت ماركت شير اعلى منه. هي هيك بتكون بقى انا والمنافسين قاعدين بنفس السوق. ممكن انت تجاوبي اكثر على قصه الماركت شير. هي الماركت شير والماركت سايز مع الفاينانشال بروجكشن مع البروفيت مع البريك ايفن، هدول المعاملات كلياتها اللي هي بتخليك تحددي كل هذا الشيء. سارة بتحكي بزنس، انا بحكي ارقام، سوري يعني. بس مثل ما حكى، يعني في عندك الماركت شير اللي هي على قولتهم دائما الكعكه، قديش ممكن تاخذي منها. الماركت سايز اللي انت مستهدفتيه، مثل ما قالت، عندك طلاب هن فئه كثير كبيره، الامهات فئه كثير كبيره. فهو على حسب الفئه اللي انت مستهدفتيها، وكل ما كنتي مختصه اكثر، كل ما عرفتي الماركت سايز تبعك اكثر وشفتي المنافسين تبعك، فانت فيك تحسبي الماركت شير تبعك اكثر. النقطة الثالثة اللي لها علاقة بموضوع الربح والبريك ايفن وهي التفاصيل، انه انت على حسب البرايسنج استراتيجي تبعك، بناء على الماركت سايز اللي عندك، هدول الاثنين بدك تجمعيهم سوا، بيطلع عندك قديش الربح تقريبا، وامتى انت رح تربحي، امتى رح تسكري المعادلة تبعك، وامتى انت حيبلش الربح، وهل هذا الربح كافي ولا لا، وهي التفاصيل كلها. فهي المعادلات كلها اللي بتخليكي تتوجهي اكثر بالمشاكل، بالميزات، بالبزنس بحد ذاته، هل هو حينجح ما حينجح، واذا حينجح كيف لازم ينجح، شو الجولز اللي لازم نحطها، وهي التفاصيل كلها. شكرا ياسر على المداخلة. اوكي، اسئله كمان. نحن اصلا ان شاء الله النكست ورك شوبس رح يكونوا تخصصي اكثر. نحن نحكي مثلا كيف ممكن تدرس السوق، كيف تطلع بفكره المشروع، تتاكد انه في هي الفكره، يعني تتاكد انه الفكره واضحه، كيف تدرس الماركت سايز. تفضل بشير. كيف ممكن لاقي شركه تمول مشروع بديل تستخدمينه؟ ممكن ما في تمول المشروع وتزيد مستخدمينه. هلا موضوع التمويل طبعا على حسب اول شيء الكاتيجوري او البزنس دومين تبعك. في انفسترز هن بس بيروحوا انه يلا جو اخذ تمويل، اوكي. هلا في انفسترز مثلا بيروحوا بس على الميديكال، في انفسترز بيروحوا بس على الفينتك، في انفسترز بيروحوا بس على الامور اللي لها علاقه بالاي كوميرس وهي التفاصيل. فاول شيء انت بدك تنكوش هدول العالم، هي شغله. بس قبل ما نقول نحن كيف ممكن نلاقي شركه تمويل، انت جاهز لتتمول؟ يعني هو هون هذا السؤال.
انت عرفان الماركت سايز تبعك، عرفان التام والسام والسون تبعك، عرفان الفاينانشال بروجكشن تبعك، عرفان مين الماركت اللي عندك، شو البرايسنج اللي بدك اياه، امتى حتوصل لنقطه التعادل اللي هي بريك ايفن، امتى حتبلش تاخذ ربح، قديش حتسعر، شو الاستراتيجيات اللي انت عاملها. كل هي الاشياء بتنسال عنها بوقت الانفستمنت. يعني بدك هذا البرزنتيشن بشكل كامل لحتى انت تروح لعند الممول تقول له انه خذ هي انا فكرتي. ونقطة على جنب، الممول بياخذ الشخص وبياخذ الفكرة وبعدين بياخذ هدول الافكار. وعلى فكرة بس كمان كمان لتقى، الممول لما بيلاقي في منافسين لمشروعك بتشجع لمشروعك اكثر، وهذا الشيء صار معنا شخصيا. يعني لما عرف انه في منافسين لبلانلايز وقتها عمل انفستمنت، وقتها اجانا انفستمنت ببلانلايز. تمام، فهو تشجع اكثر لما لقى في منافسين، وقتها انبسط. اما من قبل ما كان كثير يعني. مهم، فانت في عندك هي وعندك هي وعندك هي. اوكي، الممولين كانجل انفسترز صراحه نكوشه، بدك تنكوش. شوفي هلا في كثير عالم بدها يعني تستثمر بسوريا. كثير عالم هي بس عم تقول انا بدي مشاريع سوريه لحتى امولها. في كثير اشخاص عم يواجهونا بهذا الموضوع، واكيد يعني بتوقع كل حدا فيكم عم يمرق عليه هيك عالم هي برات البلد بدها تيجي تعمل انفست بسوريا، ان كان باشخاص وان كان مشاريع كبيره وان كانوا مشاريع صغيره، مو مهم. فهي موضوع نكوشه اكثر من اي شيء، بس المهم انك تكون جاهز لهي النكوشه. ان شاء الله اكون جاوبتك بشر. تفضلي تقى. حضرتك حكيتي إنه المستثمر بتشجع أكتر إذا كان في منافسين، شو النقطة اللي بتخليه يتشجع أو شو النقطة المحورية بالنسبة له حتى بيقدم على الموضوع بشكل أكبر؟ في طلب بالسوق بكل بساطه، في مشكله عن جد وفي حدا حلها، في مشكله حقيقيه بالسوق. بالمختصر، ما دام في مشكله في مصاري حاطين. تمام. في سؤال كمان تقى؟ سؤالي على التطبيق تبعكم صراحة. اي طبعا. تفضلي. هلا كمرحلة أولى أنا يعني حسب ما وصلني حسب شرحكم إنه هو بيقدم مثل تحليلات أولية للبزنس أو للمشروع اللي أنا بدي أعمله في حال استخدمته، وشو المتطلبات الأساسية للMVP، صح هالشي؟ في شيء تاني أنا ما وصلني مثلا؟ هو الهيدرز مثل ما حكيتي، تفصيلات البزنس ريبورت، النقطة الأساسية كمان اللي هي كتير مهمة بأي حدا بده يفتح مشروع اللي هن مين المنافسين السوريين. نحن دائما بالبلد عندنا مشاكل بأمور الداتا، فنحن حالينا بموضوع ببلانلايز ال AI2. مين المنافسين اللي عندك، سوات اناليسيس لكل منافس، مين البروز والكونس، يعني الميزات والإيجابيات، الميزات والسلبيات لكل منافس عندك اياه، كيف ممكن تكوني شوي يونيك بالسوق من ناحيه التكنيكال وايز، من ناحيه الماركت سايز كمان كنت عم نحكي قبل شوي. شو كمان، بادجيتنج، تايم لاين، اكشن بلان، تارجت اودينس. كمان بيعطي مشاكل ممكن انت يعني هو بيعمل لك سجست لمشاكل العلاقه بتارجت اودينس مبنيه على موديل خاص فينا، عرفتي؟ فكل هي القصص هي خلص عباره عن ريبورت نهائي انت قادره حتى تعطيه لمستثمر. يعني هو كل شيء معلومات عم نحكي فيها قبل شوي هي جاهزه انه خلص انا اروح مولني. ما بعرف اذا وضحت لك الصوره. إذا اي تمام. طب اذا انا مثلا عندي الMVP البدائي لمشروعي وعامله هي الدراسات، بس بخلينا نقول شكل على يعني اوكي شخص الخلفيه العلميه تبعه تقنيه، اكيد ما رح يكون هدول التحليلات يعملون بشكل جيد. اوكي انا استخدمت الموقع تبعكم خليني احيط بهدول التقارير، تمام. شو النكست ستيب اللي ممكن يفيدني فيها الموقع، خاصة انه مثلا انا كان عندي نقص نوعا ما بهي التقارير، حصلت عليها وعكست على مشروعي، كيف ممكن استفيد منه كنكست ستيب؟ واحدة من بين القصص انك تضلي على الارض، اللي هو كان سؤالك قبل شوي، انه انا كيف بدي ضل على الارض، كيف بدي ضل عم اعرف المنافسين اللي عندي، الميزات اللي عم تنزل جديد، شلون ممكن اتميز عن هذا. هذا بشكل اساسي مبدئيا. طبعا في مفاجآت بعد. تمام. اوكي يعني اوكي هي فينا نقول انه الاستفادة راجعة لي مو بس على مستوى انطلاقة المشروع أو الMVP أو الدراسة الأساسية للمشروع، في لما بعده. مبدئيا 80% هو ستارتنج. أوكي تمام، شكرا كثير لك. يلا سلمى وسارة إذا بتكتفي.
إيه يعني ممكن أنتِ بالمستقبل تضيفي ميزة جديدة لمشروعِك وتشوفي هل منافسينِك عندهم إياها، يمكن ما تبين معِك لمّا تستعملي تطبيقهم، بس لمّا يعني تعملي الدراسة تبين معِك هاي التفاصيل. فهذا الشيء يعني يلي بس نحن صراحة مستهدفين الفئة المستهدفة تبعنا لمشروعنا من الأشخاص يلي بدهم يبلشوا مشروع البرمجي مو يكملوا. بس نحن هيك يعني اجتنا هي الأسئلة بس نحن عم نجاوبكم عليها. بس صراحة نحن يعني الفئة المستهدفة تبعنا هي اللي بدها تبلش مشروع البرمجي، ممكن يكون عندها فكرة أو يعني بس مو واضحة وبدها تشوف هل حتنجح ولا لا، بكل بساطة يعني. تمام، حلو كتير، يعطيكم ألف عافية يا رب. الله يعافيك يا رب. أسئلة كمان. نحن منصتنا هي حتكون مجانية تقريبا شهر، ممكن شهرين، لأنه نحن هلا عم نعمل تيستينج لنشوف إنه الداتا اللي عم تطلعكم هي صح، هل عم تستفادوا من المعلومة، هل المعلومات اللي عم تطلع بتكفي لحتى أنت تبلش المشروع، وشو ناقصنا معلومات لحتى نحن نضيفها بالريبورت. فاستغلوا المشروع، استغلوا يعني البلاتفورم، استغلوا بلانلايز، وبالكوميونتي انا رح اعمل جروب اسمه فاوندرز، ممكن تشاركوا افكاركم اذا حابين او اذا عندكم اسئله ممكن نتناقشها. وكل اسبوع نحن رح يكون عندنا وركشوب، هذا كتير عام. الاسبوع الجاي رح يكون تخصصي كمان، اذا بتقترحوا لنا نحن بنكون كتير مبسوطين مشان نحن نعطي هاي الوركشوب الاسبوع الجاي. عندكم اقتراحات شو ممكن يكون الوركشوب او المحاضره او النقاش؟ انا يعني انا بسميه نقاش اكثر من انه محاضره او تدريب، يعني لانه انا بحب الاخذ وعطاء وبيهمني انه تستفادوا. فعندكم اقتراحات ل ورشات تدريبات مدتها تكون ساعة ساعتين بس هيك نقاش صغير؟ قيس إذا مشروعي جاهز للتمويل. أوكي. ممكن نحكي؟ إيه تفضل مأمون تفضل. إيه أنا اختصاصي بالسوفت وير انجينيرنج وبالسوفت وير اركتكتشر، يعني متفاجئ فعلا بالدور اللي عم يلعبوا الاي اي حاليا، وحابب اعرف اذا لسه السوفت وير اركتكتشر والسوفت وير انجينيرنج بالطريقه التقليديه اللي بنعرفها الى دور، هل يعني حسب ما فهمت ممكن بالدومين موديلنج بهالمجالات هاي لسه في دور للطرق التقليديه، كيف إلى دور؟ اذا ممكن تجاوبوني اذا إلى دور، وكيف ممكن نعمل انتجريشن للارتفيشال انتليجنس وللطرق التقليديه. اوكي، هلا اول شيء إلى دور، اكيد إلى دور لسببين اساسيين. اول شيء الاي اي تول هي ما عم تخدم مشاريع اكثر من متوسطه، يعني مشاريع متوسطه ويعني دوب عم تدبر حالها، بدك تفوت شويه كودينج من هون وتظبط امورك من هون وتلف وتدور على الاي اي من هون لحتى تقدر تطلع مشروع متوسط. فلسه لهلا ما انخلق اي اي تول انه هو يقدر يعمل لي سوفت وير فروم اي تو زي وهو هذا المشروع متوسط او كبير. هي اول نقطه. فنحن هون اكيد بنروح سوفت وير اركتكتشر وهي تفاصيل كلياتها، هي شغله. الشغله الثانيه، الاي اي تول وجوده لا يعني انه هو حيلغي شيء اسمه برمجه بالحياه. ما بالنهايه بدنا حدا يبرمج الاي اي تول لحتى يطلع لي باي اي تول، يعني في عندنا هي اللوب دائما نحن موجوده. بس الفكره الاساسيه يلي الحلال على الشخص يلي هو حيفوت الاي اي تول بشغله، ان كان له علاقه باركيتكتشر او له علاقه بديفلوبر عادي او حتى ديفوبس او اي تفصيل او يو اي يو اكس، اي شيء هو يكون، كله هدول هن كاختصاصات مطلوبه. بالنهايه انا مثلا حاحكي انا بكامل الشفافيه، انا حدا سوفت وير بروجكت مانجر صار لي 10 سنين وانا تكنيكال بحت، يعني صار البزنس وانا التكنيكال، فهيك التقسيمه. فانا كشخص تكنيكال بحت عم يستخدم اي اي تول، انا عم حس بمعاناه بهذا الموضوع. ليش عم حس بمعاناه بهذا الموضوع؟ لانه خلفيتي تكنيكال بحت، فانا بعرف اكيد البرفورمانس كي بي ايز، وبعرف الستورج شلون بدها تشتغل، والهوستنج شلون لازم اساويه، والسايبر سكيورتي شلون لازم اتعامل معه، وهي التفاصيل. فانا بعرف هي كثير هي التفاصيل. فلما بفوت يعني كلانا بدها تستخدم اي اي تول، بمخي شوي بكونتك، بس انا مضطره اعمل هذا الشيء لحتى انزل على السوق بسرعه بعدين حقلبه ديفلوبمنت. ف في هيك وفي هيك.
فانا اللي بدي اوصل لك يا اول شيء المشاريع الصغيره المتوسطه والكبيره الاي اي تول ما عم تخدمها. الشيء الثاني البرمجه يعني ما بتوقع ب5 سنين تلغى من الحياه الا للاشخاص يلي هي ما بتفوت اي اي كفايب كودينج او لو كود ضمن المجالات تبعها. ما شاء الله يكون جاوبتك مأمون. كثير كثير واضح. الحمد لله. أسئلة ثانية. استغلوا البلاتفورم، طلعوا بأفكار بسرعة وعرضوا، ممكن يطلع لكم ريبورتس تقروها لأشخاص ذو عندهم شركات إن كان أو مثلا منظمات أو برامج بتقدم التمويل. هذا الشيء بيساعدكم. ونحن جاهزين طبعا. إذا عندكم أي سؤال فيكم تعملوا ريبلاي للبوست تبع الكوميونتي وتسألونا السؤال اللي بدكم إياه. حتى إذا في أي إضافات على الريبورتس آخر شيء بتلاقوا في قسم له علاقة بالريتنج، فيكم تحطوا الفيدباك اللي بدكم إياها وأنا على متابعة يومية بهذا الموضوع. وبيبسطني صراحة إذا بلاقي الفيدباك تبعكم إن كان حلو إن كان سيء، وبنبسط بالسيء قبله. تفضلي. أنا لو سمحتي عندي سؤال واقتراح. تفضلي. هلا سؤالي بس اللي بيستخدم المنصة كونه هو رح يشارك تفاصيل مشروعه، شو مدى خصوصية هذا المشروع، خاصة إنه ممكن تكون في مشاريع متشابهة تدخل على المنصة. قديش هذا الشيء ممكن يأثر على النتائج اللي عم تنعطى، أو هي من جهة ومن جهة تانية خصوصية هذا المشروع. هذا سؤالي. بعدين بقول اقتراح. بس خليني اجاوبك عليه لانه انا بنسى، انا كثير اسفه. اول شيء من ناحيه الخصوصيه هي 100%، ولاكد لك على كلامك اكثر، نحن من ضمن التريننج تبع الموديل يلي عم يطلع لكم هذا الريبورت، نحن ما عم نعمل انبوت لاي ايدياز عم تفوت. يعني البلاتفورم الموديل تبعه التريننج تبعه تدريب الذكاء الاصطناعي هو صاير ما في انبوتس من المشروع اللي هو بلانلايز، لا نحن الانبوتس تبعاتنا. عرفتي؟ فهو لهي المرحله في نحن عندنا خصوصيه، والا نحن اذا بنعمل تريننج للايدياز تبعكم لسه بيطلع الريبورت على احلى واحلى. بس نحن حفاظا على الخصوصيه ما لنا عاملين هي الحركه وما رح نعملها. تمام، شكرا لك. هلا بخصوص اقتراحي حضرتكم سالته قبل شوي انه مشان الورشات الجايه شو ممكن يكون عندنا اقتراحات. هلا بصراحه انا اول 10 دقائق من الميت ما كان عندي نت وما حضرت بدايه الخطوات كلياتهم. اقتراحي للورشات الجاي اذا مثلا هلا حكينا الخطوات كلها بشكل عام، انه مثلا كل ورشه تكون مخصصه ان ديتيلز لخطوه معينه، نفوت شوي بتفاصيل اكثر، خاصه مثلا الاشخاص هون بيناتنا يا ممكن يكون خلفيه تقنيه بحت فما عنده كتير رؤيه تانية للباقي النقط او بالعكس. اوكي شكرا. في حدا عنده اقتراحات كمان او اسئله؟ قياس جاهزيه التمويل للمشاريع. والله في جلسه منيحه لازم تكون الانفستمنت التمويل ان شاء الله. اوكي ياسر، اقتراحات، اسئله، تفاصيل. إذا فينا نحكي عن الأمور القانونية بسوريا لحتى الواحد يأسس شركة أو ينزل تطبيق، تغير هالشيء بظن عن قبل. ما بعرف إذا بتجاوب عنها هلا أو بعدين شيء ثاني. صراحة هذا الجواب بعيد، خليني أجاوب أنا هلا. لسه ما في قوانين واضحة. يعني هيئة الزكاة، عفوا عن هيئة الزكاة السعودية عم نحكي. المهم الاتصالات اللي عنا هي كان حتى تقدر ترخص تطبيق بدهم هن يعملوا ريفيو ويشوفوا السكيورتي ويشوفوا الداتا وعلى سيرفر خاص بسوريا وهي التفاصيل. كان هذا الحكي قديم، هلا التغى، بس هذا ما يعني انه هو التغى الترخيص. اجباري في عندك موضوع السجل والمكان العقاري وهي التفاصيل، بس لهلا ما في شيء واضح. يعني عم ينزل قوانين بس لسه ما لا مجمعه بمكان لحتى اقول لك خذ هي لحتى تقدر تفتح مشروع، تفضل هي القوانين كلياتها افتح مشروع. شخصيا انا وساره، ما بعرف ساره عم نحكي عنك، ما رح نقدر نفيد بهذا الموضوع. عندنا معلومات عامه، فاذا عندك سؤال من يعني يا عندنا جواب نجاوبك اياه نساعدك فيه يا لا. اوكي شكرا لكم. بس رح اقول لك شغله. يعني اليوم بالمؤتمر تبع موف يلي هو كان
عنوانه إنه يعني digital transformation، التحول الرقمي بالنقل. فكان وزير الاتصالات هنيك، وفي واحد سأله قال له نحن بدنا قوانين تقنية، قوانين فكرية، قوانين مثل ما عم تقول إنه مشان نحن نبلش يعني نعرف كيف بدنا ننشئ مشروعنا. قال له بلش من الآخر. قال له نحن إنه هذا الشيء هو كتير بده دراسة وفكر وكذا، بلش ويعني لوقتها فرجوا رحمة. هذا الشيء اللي حكاه بالمشرمحي يعني. مازن بلش. خلص تكرم. الله يكرمك يا رب. الله يسلمك. حدا عنده كمان سؤال، اقتراح، فكرة؟ شكرا. لكن نحن حننهي جلستنا لليوم. شكرا كتير لكم انكم اجيتوا ولوقتكم اكيد. بتمنى تستغلوا البلاتفورم Planalyze. again Planalyze.ai. استعملوه، استخدموه، ردوا لنا خبر، حطوا لنا ريتنج، اقترحوا. انتوا فئتنا المستهدفة ونحن بدنا نساعدكم.